أنا كعضو مجلس محافظة كركوك اليوم أجيب دوامي بالمجلس وأتفاجأ بتغيير كيلون الباب، تغيير مفاتيح الباب. إذا هذا تصرفاتكم تريدون تبعدون عن خدمة المواطنين ما تقدرون. أنا أقول لكم، أنا من هنا أناشد سيد المحافظ وناشد سيد رئيس الوزراء بالاستعجال لحل موضوع كركوك، وناشد أيضا من هنا أعضاء مجلس المحافظة لعقد الجلسة الأولى. وإحنا اليوم كأعضاء مجلس المحافظة أعضاء شرعيين وأعضاء رسميين ومنتخبين من الشعب، وأنا ما راح أسكت على هذا الموضوع، وراح أفاتح جميع الجهات وافتح تحقيق على كل من عنده إيد بهذا الموضوع. وأنا من باكر إن شاء الله راح أباشر بشغلي واستقبل المواطنين بهذا الصالة. ما حد يقدر يمنعني عن خدمة المواطنين، وما حد يقدر يمنعنا عن أداء دورنا الرقابي على الدواعي وعلى الموظفين وعلى الأمور اللي تجري بالمحافظة، وكلنا نعلم بها وما راح نسكت.